ازاي تخليه يجري وراك وكرامتك تتردلك تاني بعد ما انت قليت من كرامتك؟ لازم عشان تخليه يجري وراك وترجع كرامتك تاني لازم هو يستفز بحاجة. يعني طول ما انت متعلق بيه كده وبتجري وراه هو خلاص مفيش حاجة مخليه مستفز منك، بالعكس هو زهق منك ومش باصصلك لانه خلاص علقك بيه وحقق الهدف اللي هو عايزه. فانت هتعمل حيلة ذكية جدا هترجع كرامتك تاني. يعني مثلا انت اتصلت بيه كتير ما بيردش عليك وعمال تجري وراه وتكلمه في كل مكان وهو مش معبرك، مش لازم تزودها اكتر وتبعت له مسج على الواتساب: انت ليه ما بتردش عليا؟ ليه ما بتكلمنيش؟ انت ما بقتش مهتم بيا زي الاول؟ انت بجد انا متعلق بيك جدا. لا، عشان تعدل كل الاتصالات اللي انت عملتها دي وترجع كرامتك تاني ابعت له فويس مسج على الواتساب وقول له: ازيك يا ابني، ايه الاخبار، عامل ايه؟ انا عماله اتصل بيك من بدري بجد بس رقمك مش مجمع معايا خالص، معرفش تقريبا النتورك فيها مشكله. بقولك ايه، كنت عايز مصلحه كده منك، عايز عربيتك في مشوار سريع كده كده. كل الاتصالات اللي انت عملتها انت لغيتها في ان انت عايزه في مصلحه، وكمان ان انت عايش حياتك ومش فارق معاك ان هو بيرد ولا ما بيردش، انت عايز منه حاجه كده. ده اسلوب استفزاز بالنسبه له. وبعدها سيبه بقى مع نفسه، هيرجع لوحده هيقول هو في ايه، هيقول من جواه هو مخه في حاجه ده ولا ايه، ده انا معلقه بيا، مصلحتي اللي هو عايزني فيها. لما يجي بقى يكلمك ما تبوظش اللي انت عملته، قول له لا خلاص انا حليتها الحمد لله انت اكيد، لانه مش شرط يصدق بسهوله. يعني لو كلمك ولقاك ان انت محتاج له فعلا هو ساعتها هتبوظ اللي انت عملته، لان هو عارف شخصيتك وعارف اخرك. لكن لو انت اثبتت له فعلا ان انت بتحتاجه في مصلحة وفي مكالمات تانية بعدها عملت نفس الكلام، كل ما يكلمك تقول له صحيح ده انت كويس انك كلمتني، كنت عايز منك كذا، كنت عايز منك تساعدني في الشغلانة الفلانية، انت كده بتثبت ان الكلام اللي انت عملته هو فعلا حقيقة، وهيستشف ان علاقتك بيه كلها كانت عشان انت محتاج منه حاجة مش اكتر، بس مش بشكل اوفر. انت في نفس الوقت هتبقى بتسلم عليه وبتتكلم معاه بطريقة حلوة جدا، وعادي لو في حاجة حصلت بتحكيها له، وفي نفس الوقت بتطلب منه الحاجات اللي انت عايزها في النص، لان هو مش هيصدقك من الفعل نفسه، هو هيصدقك من الاستمرار، ان نبرتك نفسها واضحة ان انت مفيش عندك اي مشكلة ومش متعلق بيه ولا بتجري وراه، وفعلا طريقتك بتقول ان انت كنت عايز حاجة مهمة وخلاص لما اتحلت انت عايش حياتك.